تعيد النجمة غادة عبد الرازق تقديم فيلم شباب امرأة الذي قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع شكري سرحان وشادية عام 1956، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية، وذلك خلال مسلسل جديد من 15 حلقة يحمل نفس الاسم للعرض في شهر رمضان المقبل 2025. مسلسل شباب امرأة يكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهري، شيماء الشريف، وعدد آخر من الفنانين. وتلعب غادة عبد الرازق في مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التي جسدتها تحيا كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوى التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم. أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبه الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم. أحداث فيلم شباب امرأة تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام الذي جسد شخصيته الفنان شكري سرحان الذي يلتحق بكلية دار العلوم. وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تدعى شفاعات التي جسدت شخصيتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته. وتتوالى أحداث الفيلم، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تدعى سلوى التي جسدت شخصيتها الفنانة شادية، والتي يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها. ورغم أن القصة مأخوذة من فيلم قديم، إلا أن المعالجة الجديدة للمسلسل تقدم أحداثاً قريبة من الواقع المعاصر، إلا أن المسلسل لا يعيد فقط تقديم القصة كما هي، بل يضيف عناصر جديدة تتناسب مع ذوق وتطلعات المشاهدين في الوقت الحالي. وظهرت بطلة المسلسل غادة عبد الرازق التي تؤدي شخصية شفاعات، وهي تدخن سيجارة إلكترونية تشابها بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي قدمت الشخصية نفسها في فيلم شباب امرأة، والتي كانت تدخن الشيشة.